السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. انا بقى يعني النهارده بقى عملنا الغريبة. بصوا الجمال، بصوا الجمال هنا، بصوا عاملة ازاي اهي. يعني حاجة، يعني حاجة فخمة خالص خالص. ولا أحسن محلات نروح نجيبها من غالية بالغلا والكوى. لا، احنا نعملها النهاردة. وبصوا اهو، بصوا، بصوا ما يعني اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، حاجة جميلة قوي قوي. بس اهم حاجة تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره، عشان في حاجات انا عاملاها فيها مش هتعجنوا كده وخلاص. لا، في تكات كده فيها لازم نجربها ولازم نشوفها بالظبط يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. عيد فطر مبارك عليكم يا رب وعلى امة المسلمين اجمعين. شوفوا الفيديو للاخر يا حبايبي، عشان تشوفوا انا عملت ايه وسويت ايه وجربت ايه. لاني ما عجنتش كده وخلاص، في حاجات انا جربتها. يلا بينا نشوف انا عملت الغريبه ازاي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اللايكات بالله عليكم يا حبايبي، اللايكات اهم حاجه تعملوها. اللايكات هي اللي بتعلي الفيديو. اللايكات هي اللي بتعلي الفيديو. اللي بتعملوا لايك كده بتخلوا الفيديو، يعني عشان في غيره وغيره يتفرج عليه. في ناس مش بتبقى بتعرف تعمل حاجه، بتتعلم، وكلنا بنتعلم من بعضنا يا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. كل سنه وانتم طيبين. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقول لكم مقادير الغريب، مالكوش دعوه باللي انا يعني انا هعمله. انا اللي هقول لكم عليه المقادير. اهي، انا مطلوب مني اوردر فانا هعمله. انا هقول لكم على المقادير اللي هي المظبوطه. بصوا بقى، انا معايا 4 كوبايات دقيق، انا حطاهم في الطبق اهم. معايا لهم 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنه، كوبايتين سمنه، وكوبايه سكر. يعني 4 كوبايات دقيق، 2 سمنه، 1 سكر. انا مطلوب مني اوردر، انا بطلع اوردر اهوت. فانا بقى قلت لكم على المقادير اللي تقدروا تعملوها في البيت عندكم. اهو، انا هحط السمنه كلها هنا اهيت. انا معايا كده، يعني انا هعمل 8 كوبايات. انا هعمل 8 كوبايات دقيق. انا قلت لكم على المقدار اللي انتوا تقدروا تعملوه في البيت عندكم. آه. انا مقلبه سمنه بلدي على عاديه اهي. بصوا، نقلبه خالص كده السكر. هو مش محتاج اصلا يعني بمضرب بايدينا، برضو بايدينا ممكن، بايدينا. اه، انا بقلب انا عشان عندي المضرب يعني بصراحه، وانا قلت لكم قبل كده. انا ايديا تعباني، ما بقدرش يعني المفصل بتاع ايديا تعبني، ما بقدرش اعمل بايديا. اه، انا قلت لكم مش طول عمرنا بالمضرب ولا بالعجان، فانتوا تقدروا تعملوها بايديكم. اه، احنا بنضربه شويه كده لغايه ما تلاقوا ايه. آه السكر داب خالص والسمن. ده الخرز اللي انا هحطه في قلب يعني معايا سوداني، معايا ما عندكوش الخرز بالسوداني، حبايه زبيب. اللي عنده بقى وعاوز يعمل بقى اللي هي الغريبه، عايز يحط لوز كده، يعني يعمل بالمكسرات اللي هي الحقيقيه. احنا بنعمل اكلاتنا على قد الايد، شويه سوداني، شويه خرز كده. الخرز ده شوكولاته. انا حطيت بقى، بصوا انا ما بعجنش، انا حطيت الدقيق كله. 8 كوبايات اللي انا عاملاهم دول. انا هقول لكم تاني، عندكم واسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هيبقى 4 كوبايات دقيق، 2 سمنه، 1 سكر. 3 مكونات بس. بصوا، انا بس يعني بخفي الدقيق في السمنه. ما بعجنش عجين عشان ما يعملش عرق. انا بلم بس بايديا كده. بجيب من تحت لفوق كده ومن فوق لتحت. انا برضو في البيتي فور مش مقطعه كتير، يعني مش مسرعه كتير، عشان تشوفوا الخطوات.
خلاص بصوا يعني خلاص ما اتعجنتش، احنا بس لمينا. اه بص هي طرية معايا قوي، هي طرية معايا قوي. بس احنا هنعمل خطوة برضو عشان نعرف ما نجازفش بالسمنة او الدقيق او السكر. لا السكر والسمنة هما اللي غاليين، السمنة اكتر. احنا بقى هنعمل، بصي دي العجينة، يعني خلي بالك لو ما شققتش تبقى حلوة قوي، عجينتها مظبوط. بس احنا هنعمل حاجة هنجربها اهو. هحطها كده في طبق صغير واحطها زي صينية اهي. انا بكورها هحطها في هشوفها بدل ما نعمل ونجذب بكيس بصاج كبير. انا هغطيها كده واحطها في التلاجة شوية، هي سايحة يعني طرية قوي. هنجيبها كده هنشوف بقى. طبعا الفرن فرشت وما ينفعش ان احنا نعمل، انا تعمدت ان انا اخليها تحمر من تحت عشان اوريها لكم. ما ينفعش خالص ولا تبقى حمراء ولا تفرش كده. طب نعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ لا نحط معلقه دي، بصوا المعلقه دي مليانه كبيره بتاعت الاكل، معلقه كبيره هنحطها لها. اه ونعجنها تاني اهي. بصوا بعمل ازاي بايديا اهي. بنحاول نخفي الدقيق منها اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. برضو هعمل حاجة تانية بعد معلقة الدقيق، برضو هختبرها مرة تانية عشان ممكن من دقيق لدقيق بيختلف، خلي بالكم مش كل الدقيق زي بعض. هحطها تاني اهي. بصوا يعني بسيطة كده اهو، اديتها نغزة بس كده من. برضو هغطيها واحطها في التلاجة عقبال ما تستوي. هي يا دوبك 10 دقايق، 10 دقايق 11 دقيقة وما ينفعش ان احنا اول ما تطلع نفضيها اهي. بصوا ما فرشتش، هي يا دوبك انها ارتاحت شوية، فردت شوية عادية يعني اهي. كده نشتغل. انا عشان كده قلت لكم لازم تتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر عشان تعرفوا التكات اهي. بص صغير زي ما انتوا عايزين بقى تعملوها كبيرة صغيرة، انا عاملاها حلوة وسط اهي. انا ما دهنتش السجان خالص، ما دهنتهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، كان هي معجونة اصلا بالسمنة. بنوسع من واحدة واحدة كده برضو عشان هي اصل لازم يعني تاخد راحتها في السوا، تفرد سنة. انتوا بقى ولادكم تعملوا، ولادكم يبقوا فرحانين وتعملوا. اه انا استنيت اما زين روح بيتهم وقمت اعمل، عشان زين ما بيخلينيش اعرف اعملها، عايز ياخد من كل حاجة حاجة، عايز ياكل يدوق، يلاقيها مسكرة بيدوق منها يفضل يمد ايديه. تلاقيكم بتشوفوا ايديه وهو معايا في التصوير. اه بصوا بقى الخرز هنا اهو معايا. اه بصوا تحطوا يعني السنة بصوا كده صغير عشان تلزق اهي. نشكل كام خرزية كده عشان الشكل العام بس. اه كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وعيد فطر مبارك عليكم. اه اهو بصوا شكلته كله اهوت ومكوراه مش متبططه. اول حاجه ما بتتبططش، هي بتبقى مكوره كده وهي بتفرد لوحدها يعني السنه صغيره في قلب الفرن. الفرن قايد، انا الفرن مشغلاه. اللي عنده ارقام بقى على 160 170 او نار هاديه، انا بتاعي مش بارقام، بتاعي يعني حلو على قده. انا ما النار ما بتبقى عاليه بخليها وسط شويه. 10 دقايق وبنطلعها بتطلع كده تحس انها بتبصم في ايدك عشان هي سخنه. بنطلعها لغايه ما بتبرد خالص. اه ما سرعتش الفيديو ولا حاجه معاكم اهوت.
بالذات الحاجات ديت يعني ما قصرتش فيها كتير. انا هحطه في الفرن، شغلت عليه الفرن كده انا. ان شاء الله تعملوا. عارفين حتى لو عملته مش هيقدر يعمل مثلا كتير ولا حاجة عشان السمنة غالية وكده. اعملوا كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. ما تكتريش السكر. اهو بصوا السوداني برضو، بصوا برضو سنة صغيرة كده. اه. اللي يعني مش هيقدر على التكلفة بتاعتها يبقى اعملوا كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. خلاص بصوا اهوت. يبقى انت بعد ما طلعوا من الفرن، انا كنت مشغلة وانا شغالة. ما ينفعش نمسكها الا هي. ده كان اول صاج ان انا حطيته. بصوا اهي، بصوا الارضية بتاعته حلوة على قد البق كده، وتبقى جميلة جدا. بصوا ادي اللي انا اختبرتها في الاول خالص، وديت التانية اللي هي نفعت والحمد لله. اهو يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم يا رب، وعلى أمة المسلمين أجمعين. اللايكات الجميلة بتاعتكم والاشتراكات الحلوة، وقولوا لي بتتابعوني منين. ربنا يبارك فيكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. انا مش هفضيهم دلوقتي اما يبردوا خالص خالص، عشان في سجان سخنة لسه. في سجان سخنة لازم تختبروا، ما تجزفوش بصينية بحالها تحطها في الفرن. لازم تعملوا واحدة صغيرة كده، يعني تختبروا واحدة وتحطها في الفرن. انفرشي تحطي معلقة دقيق، وما تزوديش كتير، اصل في دقيق عن دقيق بيختلف يا حبايبي. الدقيق عن دقيق بيختلف. كل سنة وانتم طيبين. في طبق صغير كده ولا في اي حاجه، حتى لو انت بتعملي الكوبايه. بص الطبق ده حتى لو بتعايري بيه، عايري بيه السمنه، السكر، الدقيق. اي كوبايه لازم تعايري بيها تبقى العيار واحد بس. انا معايره مثلا بكوبايه واحده حطيت الدقيق، لان مش هيبقى عندي الكوبايات دي كلها. كوبايه عايرت 8 كوبايات وحطيتهم في الطبق، وحطيت الاربع كوبايات سمنه قدامكم والكوبايتين السكر. اه. كوبايه تعايروا بيها اهم حاجه، وتعبوا بالمعلقه. ما تكبشوش كده بالكوبايه، بتاخد كتير، بتتكبس. عبي بالمعلقه وهتعرفي، هتبقى المعيار مظبوط معاكي، وهتعرفي تعملي كل حاجه طالما بتظبطي المقادير بتاعتها. اهي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، وعيد فطر عليكم مبارك يا رب. انا طولت عليكم، بس انا قلت حبة عشان حرام. السمنة غالية والسكر غالي. قلت انكم تعملوه بالكوباية او بالجرامات. في ناس كتير او مش هيعرف بالجرامات. ايه، ولازم تسيبوها، ما تمسكوهاش اول ما تطلع هتبقى عجينة في ايديكم وبتبصم. لازم يعني تسيبوها شوية خالص لغاية ما تهدى وتشيلوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.